في الحقيقة كنت فاكر اني هتفرج على نسخة مكررة من فيلم قديم اتعرض في اواخر الالفينات، خصوصا انها تقريبا نفس الحبكة، حبكة البطل المهتم بالتاريخ اللي بيدور على سر دفين جدا من آلاف السنين، رحلة سرية هيطوف بيها بطلنا لبلاد كتيرة، مطارد من عصابة دولية عندها نفس الهدف، وان اختلفت النوايا طبعا. والنهاردة احنا ما بعدناش، هي نفس الحبكة اللي شفناها في فيلم ناشونال تريجر سنة 2008 واللي اتكررت معانا في فيلم لسه بغداد سنة 2020. لسه بغداد اللي كان بطله هو محمد إمام، ومعاه كانت ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، والشرير وقتها كانت أمينة خليل. وقتها لو نفتكر ان الفيلم خفيف ولطيف وفيه كوميديا وفيه دم خفيف وإفيهات طالعة طول الوقت، هنا الدنيا بتختلف 180 درجة حرفيا، وهنا الدراما طاغية بشكل كبير. الدراما المتمثلة في شخصية يوسف وماضيه اللي بيطارده طول الوقت بعد ما مراته بتقع في الحريقة قدام عينيه وبتموت قدامه وهي بتكتشف سر الهرم الأكبر. يوسف اللي بيلاقي نفسه في مهمة صعبة وهي حماية بنته الوحيدة من العصابة اللي عايزاه يكمل المشوار اللي بدأته مراته لغاية والسبب ما نعرفوش إلا في آخر الحكاية. هنا نقدر نقول إن هو ده الخلاف الوحيد ما بين فيلمنا والأفلام اللي كانت شبهه قبل كده، وده نتج عن ملاحظتين باينين قوي. أولا هي غياب اللمحة الكوميدية، الشخص المرافق اللي بيرمي إفيهات تلطف الجو وتخفف من حدة الصراع والمطاردات. حتى لو احنا جينا قلنا إن أحمد غزي شال شوية ومن بعديها عصام السقا شال شوية، ولكن لا ده قدر يشيل ولا ده قدر يشيل. وبصراحة شديدة كنت أتمنى إن مصطفى غريب مشاهده تكتر. ومن الملحوظة دي نقدر ندخل على الملحوظة التانية. الفيلم مليان دم كتير. في الأفلام اللي فاتت ألعاب الذكاء كانت حاضرة طول الوقت، هنا الدنيا غامقة شوية وتم استعوضها بمشاهد أكشن وضرب ورصاص حي، وأبطالنا تقريبا ضربوا كل اللي واقف قدامهم من عصابات وحتى بوليس، حتى المواطن المسالم عشان كريم عبد العزيز ياخد اللاند كروز بتاعته ضربوا في وشه. مشاهد الأكشن كانت كتيرة جدا، وأعتقد إن بيتر ميمي وكريم عبد العزيز ده كان قرارهم على أساس إنها هتجيب مع الجمهور، خصوصا بما إنه إنتاج ضخم قد يكون الأضخم في تاريخ السينما المصرية. وعشان نكون منصفين فالفيلم تقنيا كان عالي جدا، سواء في التصوير سواء في الإضاءة سواء في مشاهد الأكشن طبعا، ودي بقت من مميزات السينما عندنا دلوقتي. بالنسبة للحبكة كانت فيها ثغرات واضحة، بمعنى ان المنطق غاب حبتين في بعض المواقف. البوليس المصري كان واخد اجازة باين، البوليس الايطالي تقريبا مناديل ورق، والبوليس السلفادوري هو اللي حضر وساعد العصابة. اما بالنسبة للتمثيل فما نقدرش نقول ان في حد اثر، يعني لا حلو قوي ولا وحش قوي، كون انه فيلم اكشن اساسا. احمد غزي يمكن هو اللي زعلني شوية، كون انه ممثل واعد والكوميديا كانت من ناحيته تقيلة قوي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. عموما بعتقد ان نزول الفيلم ده في التوقيت ده هيسمح له بالتأكيد بانه يلم الايرادات المناسبة قبل زحمة العيد. هيلم الايرادات لانه فيلم مشوق وبيحمل قدر مناسب من المتعة، لكنك دايما هتحس ان في حاجة ناقصة وانت بتدفع. آسف على ده.